لأعلى جودة استخدمي أرز وايت سوان للطهي. وصفة الحمام المحشي هذه تحتاج وقتاً للتحضير، ولكنها تستحق الجهد المبذول فيها. لهذه الوصفة ستحتاجين كوب واحد من أرز وايت سوان مغسول، والمقادير التالية: ابدأي بوضع أرز وايت سوان في قدر. أضيفي بالتحريك قلوب الحمام والكبد المفروم، ثم أضيفي 2 كوب من الماء، الملح، الفلفل الأسود المطحون خشن، الكزبرة المطحونة، والقرفة. ضعي الغطاء على القدر واتركيه حتى يغلي. حالما ينضج الأرز ارفعيه عن النار. أضيفي الصنوبر المحمص بالتحريك واتركيه جانباً حتى يبرد. ثم سخني الفرن مسبقاً إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. املئي قدر متوسط الحجم لنصفه بالماء، وأضيفي ورق الغار، حب الهيل، الجزر، الفليفلة الحمراء، والبصل. اتركيه حتى يغلي. أثناء غلي الماء تبلي الحمام بالملح، ثم ارخي الجلد فوق الصدر، واكبسي بعضاً من الزبدة تحت الجلد. قومي بحشي فجوات الحمام بخليط الأرز بإحكام. يمكنك حشي خليط الأرز تحت الجلد أيضاً. اثني الأرجل تحت الذيل لإحاطة الجسم، وقومي بعمل عدة ثقوب في الجلد على الجزء الخلفي من الحمامة. ضعي الحمام المحشي في الماء المغلي المتبل قبل إضافة المزيد من الماء لغمر الحمام تماماً. ضعي الغطاء على القدر واتركيه على حرارة متوسطة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى يصبح طرياً. أخرجي الحمام من السائل وضعيهم في طبق كبير، ثم اقسمي حبة الطماطم إلى قسمين وصريها بخشونة على الحمام. تبلي بالملح والفلفل قبل فرك الطماطم والتوابل على الحمام. قطري زيت الزيتون وعصير الليمون. ضعي الحمام على صينية الخبز واسكبي فوقهم ما تبقى من سائل الطماطم في الطبق. اخبزيها لمدة 30 دقيقة حتى تنضج، ثم انقلي الحمام لصينية خبز أخرى واسكبي السائل الموجود في صينية التحميص على الحمام. اشويها لعدة دقائق إضافية لحين تحصلي على لون بني ذهبي. قدمي الحمام المحشي مع السلطة. طبق الحمام المحشي الشهي أصبح الآن جاهزاً لتستمتعوا بلذته. مع وايت سوان مائدتك ألوان. للمزيد من الوصفات الشهية تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.